هو احنا ليه ما بناكلش سمك في رمضان؟ قال لك بيعطش. ايه بيعطش دي؟ بيبقى داخل علينا العيد وشم النسيم مشرفنا في رمضان السنه دي كمان، وما ناكلش سي فود في رمضان. المصريين القدماء برعوا جدا في صيد السمك، سواء عن طريق الشبك او عن طريق الرمح، وكانوا شاطرين قوي كمان في طرق الطبخ بتاعته. وتخيل ان هم كان عندهم مزارع سمكيه في شكلها البدائي طبعا، عباره عن احواض من الطين بيربوا فيها السمك. السمك عند المصريين القدماء كان رمز الخصوبه، البلطي مثلا كان رمز الشباب الدائم، وكل نوع سمك كان بيرمز عندهم لحاجه. وانواع اسماك كتيره قوي ظهرت على الجداريات والمعابد للمصريين القدماء، كان من ضمنها سمك القراميط اللي كان البطل الرئيسي في اسطوره ايزيس واوزوريس، وسمك قشر البياض كمان. سواء كنت بتاكل سمك في رمضان عادي او بتستنى للعيد علشان تاكله، هعمل لك وصفه النهارده. الوصفه دي بتنسب لجزيره او بلده سنجار اللي شيدها الملك رمسيس الثاني. البلده دي موجوده في البرولوس في محافظه كفر الشيخ. هنعمل صينيه سمك سنجاري في البيت، وهنعملها باسهل طريقه. هنحتاج سمكه اي نوع، السمكه دي تبقى في حدود كيلو، ممكن قشر بياض، ممكن بلطي، ممكن بوري، السمكه اللي تقدروا تجيبوها جيبوها. هنحتاج كمان بطاطستين او 3 متقطعين حلقات مش سميكه قوي، بصل متقطع ترانشات، وهنحتاج كمان فلفل متقطع حلقات. تتبيله السمك اللي هقولك عليها دلوقتي دي تنفع في تتبيل كل انواع السمك والسي فود، مقلي مشوي اي مكان هتنفع معاكي. هتحتاجي توم، بس توم كتير، كتري زي ما انت عايزه. توم، فلفل اخضر، فلفل حراق، ليمون كتير برضو، ملح وكمون، وكتري في الكمون قد ما تحبي. كل ده هنضربه مع بعض في الكبه كويس قوي لحد لما يبقى مزيج ناعم جدا. هتجيبي صينيه وتحطي فيها ترانشات البطاطس والبصل والفلفل، وعليهم حبه صغيرين كده من الخلطه، وتقلبيهم كويس قوي، ومعلقه زيت واحده بس. نيجي بقى للسمكه اللي احنا اخترناها هنعملها سنجاري. لازم تتفتح من ظهرها من عند السلسله، مش العادي من عند بطنها، تتفتح وتتنضف كويس جدا، وتتحط في الصينيه مفتوحه فوق كل الخضار اللي احنا رصيناه تحت. هتاخدي بقى الخلطه اللي عملناها وتبتدي تحطيها على وش السمكه كلها، تنتوفه تنتوفه، تتغطى بالخلطه دي كويس. ممكن تقطعي مكعبات طماطم صغيره قوي وترشيها على وش السمك. هتغطي الصينيه بورق الفويل كويس قوي، وتدخليها في فرن حرارته متوسطه على الشبكه اللي في النص. الوصفه دي ما بتاخدش وقت كتير في الفرن، هتسيبيها حوالي من ربع لتلت ساعه، وتكشفي عليها تشوفي نزلت ميتها وشربتها ولا لسه. لو لسه سيبيها لحد لما تشرب ميتها خالص. خلاص شربت ميتها، افتحي الشوايه من فوق وحمري وش السمكه، وطلعيها مع رز صياديه وسلطه طحينه وسلطه خضراء، والف هنا وشفا. لا ما تقولوليش ان انتوا ما بتعرفوش تعملوا الرز الصياديه، بس عشان الوقت اتاخر دلوقتي هقوله لكم في حلقه ثانيه. كلوا سمك في رمضان والله ولا بيعطش ولا حاجه، واشوفكم في الحلقه الجايه مع الاكل اصله مصري.